ومساء الفل يا صاحبي. ما قدرتش اتجاوز الفترة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي دي من غير ما اتكلم عن لبنان. لبنان 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 الحلوة قوي ده. انا اكتر بلد سافرتها في حياتي، يعني كان على باسبوري اختمها، هي لبنان. واكتر بلد مريت بيها في احداث غير مصر وغير سلطنة عمان اللي انا عشت فيها مقيما لمدة سنة ونص هي لبنان. شفت الفرحة وشفت الشغل وشفت الزعل والسهر والانبساط والوحدة. شفت كل حاجة في لبنان، فأصبحت البلد دي تمثل لي بلد جنب بلدي. حاجة كمان من الحاجات اللي وجعاني في الأحداث الحالية، أنا ما بتكلمش عن سياسة، أنا بكره السياسة، بكرهها. وشايف إنه مفيش شيء ملعون نزل في الدنيا أكتر من السياسة. لكن لأني من بورسعيد، فأسمع كتير جدا في بيتنا حواديت اسمها أيام الهجرة. أيام الحرب في بورسعيد حصل نزوح إجباري وتهجير إجباري لمواطني بورسعيد لمدن تانية، يروحوا يعيشوا في حتة تانية كده، بقى يناموا في الشارع، بقى يروحوا يأجروا. سيب بيتك اللي انت قاعد مستقر فيه واجري، وتهجير قسري. فالنزوح اللي حاصل دلوقتي من الجنوب للشمال، الناس اللي نايمة في الشارع أو الناس اللي بتدور على سكن، يعني أنا أهلي كانوا منهم في يوم من الأيام. فالحدوتة دي تلمسني.